قبل ما تتكتب أول صفحة في تاريخ البشر كان في صمت كبير كأنه مستني حكاية تتحكي. بعد قصة هابيل وقابيل بدأت الأرض فصل جديد، عصر غامض مختفي زي نقش قديم محدش لمسه من آلاف السنين. عصر المائة سنة، المكان اللي الإنسان عاش فيه اتغير واكتشف معنى جديد للبدايات، كما ذكر في القرآن: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. صدق الله العظيم. بعد أول دم اتسفك في التاريخ، قابيل ساب المكان شايل وزر وهم تقيل جدا. الأرض كانت خام صامتة مستنية تتشكل بإيدين البشر. القرآن بيقول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. في اللحظة دي البشر اكتشفوا حقيقة الحياة، كل فعل له نتيجة وكل قرار ليه أثره. الأرض كانت جاهزة لبداية الحضارات، والأسئلة بدأت: إحنا مين؟ هنروح فين؟ وليه حصل كل ده؟ عصر المائة سنة، اسم مش موجود في كتب التاريخ رسميا لكنه بيظهر في النصوص القديمة. في الزمن ده كل يوم كان ليه قيمة، كل سنة كان لها طعم، العمر كان ليه معنى تاني. البشر كانوا عايشين قريب من الطبيعة، يسمعوا الأرض زي ما بيسمعوا نبضهم. كانوا بيتعلموا الزراعة بطريقة بسيطة ولكنها عميقة، اكتشفوا النار، فهموا الحيوانات والليل الطويل. حياتهم كانت بسيطة من بره لكن من جوه مليانة فضول وحكمة. مفيش دول، مفيش مدن، مفيش صراعات كبيرة، كان في بس بداية. وبدايات البشر دايما فيها دهشة وخوف وأحلام. حادثة قتل قابيل لأخوه هابيل ما وقفتش عند اللحظة دي، لا أثرها دخل في وعي الإنسان. لأول مرة البشر حسوا إن الحياة مش مجرد وجود، دي كمان مسؤولية وإحساس. الناس ورثوا الإحساس ده جيل ورا جيل، وبدأوا يسألوا نفسهم: إحنا مين؟ هنروح فين؟ ولا حصل اللي حصل؟ الأسئلة دي كانت أول بذور للحكمة وأول محاولة لفهم الكون والحياة. من الوحدة دي بدأت أولى التجمعات البشرية، عائلات صغيرة، بعدين مجموعات، وبعدها بدايات مجتمع بسيط لكنه كان بيحمل بذور كل حاجة هتيجي بعد كده. في عصر المائة سنة بقى الإنسان بدأ يفهم إن التعاون مش رفاهية، اللغة مش مجرد أصوات، دي أداة للبقاء والتواصل. القرآن بيأكد إن كل جيل له فرصة يتعلم ويعمل مجتمع أفضل من اللي قبله. القصة هنا مش بس عن أول دم اتسفك، دي عن الإنسانية كلها. الدروس واضحة: الغيرة والطمع ممكن يدمروا كل حاجة، التوبة والتعلم من الخطأ ده مفتاح للنجاح والفوز بالجنة بإذن الله. كل جيل بيبدأ من جديد، كل شخص عنده فرصة يبني حياة أفضل. القرآن بيأكد حاجة عظيمة: بعد كل غلط في أمل للتغيير، وكل صراع ممكن يتحول لدرس. والحضارة كلها بدأت من هنا. عصر المائة سنة ما كانش مجرد زمن، ده كان معبر بين عالم البداية وعالم البشر اللي احنا عارفينهم دلوقتي. قصة هابيل وقابيل سابت أثر طويل جدا لحد دلوقتي. هل الحقبة دي مجرد تاريخ ولا هي جذور اللي جوه كل واحد فينا؟ السؤال متروك ليك، فكر فيه وهنجاوب عليه في الحلقة الجاية.